هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السادة والسيدات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. هذا صلاح محمد زين يحييكم عبر أثير إذاعة المنتدى. كالمعتاد سأستهل فقرات برامج اليوم الأربعاء 18 من نوفمبر بقراءة نشرة الأخبار، ثم نستضيف في لقاء المنتدى الناشط المدني الأستاذ سليمان حسين للحديث حول ورشة العمل الإريترية التي انعقدت في نهاية الأسبوع الماضي بألمانيا. وتتخلل الساعة منوعات شعرية وغنائية، فنرجو أن تكونوا معنا. واسلاك الشوق ذلك عارك هي تزيدك. سجن جسمي وين تروح؟ روح الطارد فيك الروح، روح الطارد فيك الروح. سجن جسمي وين تروح؟ روح الطارد فيك الروح. وحياة الدم المسفوح، وحياة الدم المسفوح، لطلع لك في ليلة عيدك يا سجان تكسر قيدك، يا سجان تكسر قيدك. زنازينك لامت فيدك. سجاني واهم إن فكر إن عزيمة رح تتكسر، إن عزيمة رح تتكسر. سجاني واهم إن فكر إن عزيمة رح تتكسر. أنا مغروس بخصرك خنجر، أنا مغروس بخصرك خنجر. ما تقدر تخلعني بإيدك يا سجان تكسر قيدك، يا سجان تكسر قيدك. زنازينك لامت فيدك.
صوت المنتدى. في أخبار هذه الساعة: اتفاق 10 تنظيمات إريترية على الحل السلمي والحوار مع قوى التغيير في الداخل. والي ولاية كسلا يعود خالي الوفاد إلى بلاده. فرض أتاوات باهظة على ملاك بساتين إقليمي عنسبة والقاش بركة. إلى تفاصيل الأخبار. وقع ممثلو عدد من التنظيمات السياسية والمدنية الإريترية يوم السبت الماضي 14 من نوفمبر الجاري بمدينة فرانكفورت الألمانية على بيان مشترك في ختام ورشة عمل استغرقت يومين نظمها معهد ألماني متخصص في شؤون التعليم والبحوث العلمية والحوارات. هذا وقد اتفق المشاركون في الورشة للعمل معا على تبني الحل السلمي من أجل التغيير الديمقراطي في إريتريا والفصل بين الدين والدولة مع ضمان كفالة الدولة لحرية العقيدة ووضع حد لعملية العسكر الجارية في البلاد وتعزيز وتحسين العلاقات مع دول الجوار على أساس الاحترام المتبادل لسيادة وسلامة الأراضي الإريترية واستخدام اللغتين العربية والتجرينية كلغات عمل. كما تضمنت النقاط 10 التي وافق ووقع عليها ممثلو القوى المعارضة المشاركة في الورشة دعوة الراغبين والمتطلعين من أجل التغيير الديمقراطي في أوساط الحزب الحاكم والجيش للدخول في حوار بشأن الانتقال السلمي للسلطة. وقد شارك المنتدى الإريتري للحوار الوطني متمثلا بوفد ترأسه السفير عند برهان والدقرقيس إلى جانب 10 تنظيمات سياسية ومدنية 4 منها عضو بالتحالف الديمقراطي والمجلس الوطني الإريتري، وهي جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية وحزب النهضة الإريتري وجبهة التحرير الإريترية والتنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر. أنهى والي ولاية كسلا السودانية آدم جماع آدم يوم الأحد الماضي زيارة لإريتريا استغرقت 10 أيام أمضى معظمها في انتظار تحديد موعد للقاء رأس النظام، ولم يتم اللقاء الذي سبقته مطالب مرفوضة إلا في اليوم الأخير لزيارة الوفد الولائي الكبير. وبالرغم من الفشل الذي اكتنف الزيارة وعدم استجابة السلطات السياسة الغاشمة للمطالب الخاصة بتسوية موضوع العملة الإريترية الموشكة على انتهاء الصلاحية والمحتجزة في ولاية كسلا بعد أن أغلقت السلطات الإريترية الطريق أمام إرجاعها للتبديل، إلا أن والي ولاية كسلا أطلق تصريحات عقب نهاية الزيارة بيّن فيها رضاه عن مخرجات الزيارة التي وصفها بأنها تاريخية وضرورية وهامة وداعمة لسبل التواصل والتعاون بين الولايات الحدودية في البلدين. وقال إن الرئيس أفورقي أبدى اهتمامه بتنمية المناطق الحدودية وأوصى بلزوم تطوير الأمن الحدودي، لكن الوالي لم يبين ما هي تلك المشكلات مع أي جهة ستناقش وما هي آليات وضع الحلول. إلى ذلك لم تتناول وسائل الإعلام الرسمية في إريتريا هذا اللقاء حتى هذه اللحظة، بينما أعرب المراقبون عن استغرابهم من إفادة حكومة السودان لوفد ولائي ذي طابع عسكري وأمني لمناقشة موضوعات كان يفترض أن تناقش عبر وفد اتحادي ممثل لحكومة السودان. بدأت تشكيلات ما يعرف بالجيش الشعبي المرحلة الأخيرة من برنامج التدريب التنشيطي لموظفي الدوائر الحكومية الذي انتظم في ساحة القديسة مريم بضاحية سنبل منذ 3 أسابيع، وكانت مادة التثقيف السياسي المقررة ضمن الدورة التدريبية التي يؤمها 3000 موظف قد وجدت رفضا واستهجانا من الدارسين لاحتوائها على مغالطات تاريخية ولما فيها من ازدراء وإهانة لرموز الثورة الإريترية. وقد تمثل الرفض في مقاطعات المتدربون لمعلميهم والتطوع بتصحيح محتويات المادة التاريخية الملفقة. ويذكر أن معظم المتدربين هم من الكوادر المتمرسة والناضجة سياسيا وذات الإسهام في مجمل تجربة الجبهة الشعبية والثورة الإريترية، مما عزز كل ذلك الرصيد الإحساس بأن مواد التثقيف السياسي بشكلها المطروح تعتبر استفزازا مباشرا لقدراتهم ومقدراتهم.
هذا ومن المنتظر أن يستمر برنامج التدريب التنشيطي للدفعة الخامسة من منتسبي ما يعرف بالجيش الشعبي إلى نهاية نوفمبر الجاري. فرضت سلطات إقليمي عنسبة والقاش بركة أتاوات جديدة باهظة على ملاك البساتين ومنتجي الخضر والفاكهة، وذلك عبر لجان تحصيل مكونة من ممثلين لإدارة الإقليم ووزارة الزراعة ووزارة الأراضي ومفوضية الشرطة ووكالة الأمن. وتطوف تلك اللجان على المزارع والبساتين وتراجع وثائق الملكية، ثم تطالب كل مالك لأرض بدفع مبلغ 7000 نقفة رسوم إعادة تسجيل للقطعة الزراعية. إلى ذلك منعت اتحادات منتجي الخضر والفاكهة في الأقاليم المذكورة من التدخل في هذا الإجراء أو الحديث بشكل مؤطر بالوكالة عن عضويتها، بدعوى أن ذلك شأن فردي لا علاقة لتلك الاتحادات بمناقشة تفاصيله. وجه رئيس عصابة الهجدف الحاكمة في إريتريا القطاع المالي والاقتصادي الذي يديره حاجوس جبرهيوت المعروف بحاجوس كيشا لإدخال الأموال المتواجدة في المدن السودانية بأيدي تجار من الرشيدة ضمن حسابات شركة البحر الأحمر الحزبية، وعلى وكلاء الشركة في ولايتي كسلة والبحر الأحمر السودانيتين استلام تلك المبالغ من تجار الرشيدة وتسليمهم صكوك ائتمان تبين استحقاقاتهم لتصرف المبالغ بالعملة الجديدة في وقت لاحق. هذا وقد كان الوزير السوداني الرشيدي مبروك مبارك سليم قد قدم مناشدة في الأسبوع الماضي تطالب بمعاملة خاصة للرشيدة في مسألة استبدال النقفة واستثنائهم من كل الشروط المعلنة. إلى ذلك تشهد العاصمة أسمرة تزاحم وتواجد متزايدين من قبل من يعرفون بوكلاء شركة البحر الأحمر في السودان، حضروا بدافع القلق على أموالهم الخاصة، لكن القرار الرئاسي الأخير أسهم في أن يبث الأمل فيهم مجددا. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد مرة أخرى أن نظام أسمرة لا يريد أن تتم المعاملات المالية داخل السودان بشكل رسمي أو بإشراف من السلطات السودانية. في خطوة ليست مستغربة وإجراء يوضح مدى انعدام الثقة بين النظام والجماهير، وجهت إدارة ما يسمى بالجيش الشعبي قادتها الميدانيين لسحب كل الأسلحة المتواجدة لدى منتسبي هذه الميليشيات. وصدر هذا التعميم يوم أمس الثلاثاء قبيل ساعات من بدء الإجراءات العملية لاستبدال النقفة. تم ذلك بينما وضعت حراسات مشددة على فروع البنوك وأغلقت الطرق المؤدية إليها. وعلى الصعيد ذاته حددت السلطات الأمنية مواقع جديدة لاستبدال عملة النقفة في مباني الوزارات وإدارات الأحياء ومقر الاتحادات وفروع مكاتب الهجدف، وذلك تقليلا لخطر التجمعات أو احتمالات انفجار القضب الجماهيري جراء قرار تبديل العملة التعسفي. ويذكر أن البنك المركزي كان قد حصر مواقع الاستبدال في فروع البنك التجاري والبنك العقاري فقط حسب الإعلان الصادر في يوم الأربعاء 4 نوفمبر الجاري. حجب الرمل السجن وأصنع مقلاع ورشاش ومدفع، مقلاع ورشاش ومدفع. حجب الرمل السجن وأصنع مقلاع ورشاش ومدفع. أنا طالع وضل توقع، أنا طالع وضل توقع. ناري تولع فيك بإيدك يا سجان تكسر جيدك، يا سجان تكسر جيدك. زنازينك لا ما تفيدك. نازل لك من تحت الدور، نازل لك من تحت الدور. طالع لك من فوق السور، نازل لك من تحت الدور. عالباغي رح يجي الدور، عالباغي رح يجي الدور. هذا وعد استنى وعيدك يا سجان تكسر جيدك، يا سجان تكسر جيدك. زنازينك لا ما تفيدك.
يا سجان تكسر جيدك، زنازينك لامت بيدك، واسوارك واسلاك الشوك، ذلك عارك هي تزيدك، يا سجان تكسر جيدك. صوت المنتدى. استضاف معهد فيلسبرغ الألماني في الفترة ما بين 13 و14 من نوفمبر الجاري بمدينة فرانكفورت ورشة عمل إريترية دعا إليها 10 منظمات سياسية ومدنية إريترية معارضة للنظام الحاكم في أسمرة. ويعتبر معهد فيلسبرغ للتعليم والبحث العلمي منظمة غير ربحية مستقلة أنشئت في يوليو عام 2008، حيث تتركز أنشطته على 3 مجالات رئيسة هي الأبحاث الأكاديمية، التعليم والثقافة. والجدير بالذكر أن المعهد قد سبق واستضاف في سبتمبر عام 2010 ورشة عمل حول الدراسات والبحوث العلمية الإريترية. وسنخصص لقاء المنتدى في ساعة هذا اليوم للورشة التي دعا إليها واستضافها المعهد بمدينة فرانكفورت. فإلى حيثيات المقابلة بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مجددا مستمعي ومستمعات صوت المنتدى. أستضيف الآن في لقاء المنتدى ليوم الأربعاء الأستاذ سليمان حسين، أحد المشاركين في الورشة التي انعقدت في فرانكفورت في 13 و14 من نوفمبر، والتي خرجت ببيان مشترك وقع عليه ممثلو المنظمات السياسية والمدنية التي شاركت في ورشة العمل. أهلا ومرحبا بك أستاذ سليمان. أهلا وسهلا أستاذ صلاح. حياك الله. طيب، كمشارك في مداولات الورشة على مدى اليومين في 13 و14، وفي البداية نريد أن يعرف المستمع كيف جاءت هذه الدعوة ومن وراءها، وما هو الهدف أساسا لانعقاد ورشة عمل في ألمانيا برعاية معهد ألماني. شكرا الأخ صلاح، شكرا على هذه الاستضافة، وأحييك وأحيي مستمعي إذاعة المنتدى. كما تفضلت، يعني فعلا كنت أحد المشاركي الورشة التي عقدت في الأيام الماضية في مدينة فرانكفورت الألمانية بدعوة من المعهد الألماني الذي تفضلت بذكر اسمه ومهامه. وعلى عكس ما يمكن أن يكون فهم من بعض الأخوة الإريتريين، الدعوة أتت من المعهد المتخصص في فض النزاعات والدراسات لمحاولة تقريب وجهات النظر. أولا التعرف على تصورات التنظيمات الإريترية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لمسألة التغيير والمرحلة الانتقالية التي تلي التغيير في إريتريا، ولتسهيل الوصول إلى اتفاق مشترك. فبالتالي كل هذه الأشياء التي كلنا قرأنا عنها في الوسائل الإعلام الإريترية ربما كان فيها نوع من المبالغة، فلم تهدف الورشة إلا محاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف الإريترية ولتسهل عملية الاتفاق كما قلنا لبرنامج الحد الأدنى للمرحلة الانتقالية. نعم. هذا باختصار تقريبا يعني. طيب، هذه الورشة وخلينا نزيد كذلك نعم. أنه يعني كمان
أنا أيضا قرأت بعض الأشياء على وسائل التواصل الاجتماعي. لم يكن لأي من الأطراف الإريترية أي علاقة لا بالدعوة ولا بأجندة الورشة نفسها. كلها جت بمقترح من المركز نفسه، الذي أصلا فيه يعني شخصيات متابعة للشأن الإريتري منذ عقود صراحة. وبما أنه كما قال رئيس المركز نفسه في افتتاحية الجلسة أن الأوضاع في إريتريا تتدهور يوما بعد آخر، وأوروبا كذلك قلقة من الأعداد الكبيرة للاجئين الإريتريين والوضع المتردي في داخل البلد، وغياب الآليات المؤسسية لانتقال السلطة. وكل هذه المسائل تخلق بعض التخوفات لدى الرأي العام الأوروبي والدولي. وبالتالي المركز حاول أولا التعرف على إمكانية الوصول إلى اتفاق بين أطراف المعارضة وتسهيل الحوار بيناتهم. تقريبا هذه هي الأجندة المعلنة، وليست لها أي علاقة بالتغيير نفسه أو عملية التحويل أو نعم. ما في شيء ما وراء السدار على الأقل كما فهمناه، وليس لأي طرف إريتري علاقة مباشرة أو غير مباشرة كما فهمت أنا شخصيا بالموضوع الدعوة. والشيء الملاحظ الثاني كذلك طبعا وهذا أكد عليه رئيس المعهد نفسه، هم مدركين بأن المدعوين لا يمثلوا كل أطراف المعارضة الإريترية، ولا يدعوا أنهم اختاروا منهم مهمة، إلا أنه اختاروا بناء على إمكانياتهم المادية، وأكدوا على أنهم سوف يتواصلوا مع من تبقى من أطراف المعارضة. فلازم الواحد يأكد أن الورشة لم تكن شاملة بمعنى وجود كل الأطراف الإريترية، وهذا باعتراف المعهد نفسه، وقالوا أنه هي بأسباب مادية لا أكثر. يعني أنت تؤكد بأن الاختيار أو معايير الاختيار لم تكن معايير أيديولوجية. يعني هناك ملاحظ بصراحة شيء، القوى الإسلامية الإريترية تنظيمات هي عضوة في التحالف وعضوة في المجلس الوطني وتشارك في كل المحافل والمؤتمرات، ولكن لم تدعى. هل هناك شيء مقصود أو معيار أيديولوجي لعدم اختيارهم وغيرهم أيضا؟ هل تؤكد أن هناك ليست معايير أيديولوجية لعدم دعوة هذه الفصائل وغيرها؟ بصراحة ما قلته لك هو ما ذكره رئيس المعهد في افتتاحية الجلسة، ولكني لا أؤكد أو أنفي إذا كان في هناك أي اعتبارات لدي المركز نفسه في اختيار من اختارهم. نعم. نعم. إذا سأل أحد ما علاقة هذا المركز أو المعهد الذي في موقعه وفي أهدافه المعلنة هو معهد مختص بالتعليم والشؤون والبحوث والبحوث فالعلاقة إيه؟ يعني نبسطها للمستمع. لماذا هذا المعهد الأوروبي في ألمانيا دعا إلى ورشة ليجمع إريتريين يتحاوروا في شؤونهم أو يضع لهم أجندة؟ هو معهد بالإضافة للأشياء التي ذكرتها هو أيضا من أهم تخصصاته فض النزاعات وتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة في البلدان التي تشهد أزمات سياسية مثل إريتريا، لأنه نعم. عمل في دول كثيرة سبقت إريتريا في هذه الظروف، مثل العراق ودول أخرى في أمريكا اللاتينية، وكذلك دول أخرى في آسيا وأفريقيا. فله سجل في مثل هذه المحاولات، ويقوم بدراسات تتعلق بمسألة التغيير والعملية الانتقال السياسي في الدول التي تشهد نزاعات أو عدم استقرار أو يتوقع أن يكون فيها عدم استقرار. فمن هنا يأتي اهتمامهم بالشأن الإريتري، فهو ليس متخصصا فقط في التعليم، لأنه أساسا متخصص كما قاله الدكتور هارتموت كيل اللي هو رئيس الذي رأس جلسات الورشة، متخصص أساسا في فض النزاعات وتسهيل الحوار بين الأطراف يعتقد ربما تكون غير متجانسة في آرائها. طيب، ما علاقة الباحث والاستشاري جونتر شرودر بهذه الورشة؟ هو أحد المتعاونين، هو كما فهمت أنا شخصيا، وكما هو وارد في أوراق التي قدمت لنا. نعم.
ليس عضوا في المركز نفسه، ولكن من أحد المستشارين الخارجيين الذين يتعاونون مع المركز. مع المعهد. جميل. إذن دعنا ننتقل الآن إلى الورشة. كيف بدأ اليوم الأول من الورشة من خلال المناقشات والأوراق؟ اليوم الأول بدأت الجلسة في المساء. افتتح الجلسة الدكتور هارتموت كيل، مدير المعهد، أو بالأحرى خلينا نقول الذي رأس الجلسة، والذي كان أصلا باسمه خرجت كل الدعوات التي وجهت إلى الأطراف المشاركة. جيد. باختصار شديد هو شرح أهداف الورشة والأسباب التي أدت المركز أن يهتم بالشأن الإريتري وما يهدف الحصول إليه، ومن ثم طلب من المشاركين أن يعرفوا بأنفسهم شخصيا ويعرفوا كذلك بإيجاز بالمنظمات أو التنظيمات الذين يمثلونها. نعم. واختتم الجلسة بعدها بحفلة عشاء وتأجلت لليوم الثاني. طيب، أريد أن أعرف هذه التنظيمات والمنظمات السياسية والمدنية هي جاءت إلى هذه الورشة ماذا كانت تحمل؟ اليوم الثاني طبعا كان هو اليوم المهم للورشة نفسها، لأنه اليوم الأول هو تمهيدي وتعريفي بين المشاركين وبعضهم البعض، وتعريف بمنظماتهم والتعرف على المركز وأهداف الورشة نفسها والنتائج المتوقعة أو التي يتوقعها المركز نفسه من تنظيم هذه الورشة. أما اليوم الثاني كما قلت هو اليوم الأهم، قسم على 4 جلسات، جلستين في الفترة الصباحية وجلستين بعد الظهر. قبل الورشة نفسه طبعا الرئيس الورشة كان في تواصل مستمر عبر الإيميل مع كل المشاركين. بالتالي الأجندة كانت أرسلت والأشياء التي يود المركز أن يركز فيها المشاركين، يعني مسائل تتعلق في عملية التغيير وما بعد التغيير، الأشياء التي ممكن أن تضمن وصول الأطراف المعارضة إلى الاتفاق فيما بعدها، والتي أيضا يمكن أن تكون أرضية للعمل المشترك، والتي بمقدورها أن تسهل عملية التحول السلمي في إريتريا. فكان أثاروا نقاط في رسائلهم وأرادوا أن يتناولوها المشاركين في بداية الجلسة، بحيث يتعرف الجميع على تصور كل طرف من الأطراف المشاركة لعملية التحول والتغيير في إريتريا. فبذلك أعطيت لكل ممثل 20 دقيقة حتى يأتوا بورقة تتضمن آرائهم وتصوراتهم لعملية التغيير والتحول نحو الديمقراطية في إريتريا. جيد. فبالتالي الجلستين الأولى كانت فرصة للمشاركين أن يقدموا أوراقهم التي كما قلت تتعلق بتصوراتهم. جيد. إذن هذه كانت الجلستين اللي هي تلاوة أو تقديم ما جاء به كل وفد أو استعراض ما جاء به كل وفد كما تفضلت. في الجلسة الثالثة والرابعة أو قبل ذلك، قبل الدخول في الجلسة الثالثة والرابعة، هناك بعد اللقب في الدعوة كانت هناك أجندات ولم يتم مناقشتها في الجلسة. هل هذه الأجندات كانت مقترحات من المركز أم فرضت والمركز وضع خط لا تتجاوز هذه الأجندات؟ كيف كانت الأجواء؟ ليست هناك شروط، بل إنما هي مجرد أفكار لتسهيل وصول الورشة إلى الهدف المعلن للورشة نفسه. بما أنه هدف الورشة هو تسهيل الحوار بين أطراف المعارضة وتسهيل الاتفاق المشترك بين أطراف المشاركة للعمل المشترك وعملية التحويل الديمقراطي في إريتريا، وفي رأسهم التحول السلمي في إريتريا. كان هناك نقاط أثارها المركز وحبذ أن يتناولها المشاركين، لكنها ليست أجندة مفروضة. كان هناك بالإمكان توضع، لأننا سنأتي إلى النقاط 10،
ولكن كان بإمكان أي وفد، أي شخص من الحضور، أن يرى أهمية مناقشة هذا البند من غيره. أي وفد كان له كامل الحرية أن يتناولها كلها أو يتناول جزء منها أو يتناول أشياء أخرى لم ترد في المقترحات، فهي عبارة عن نقاط لتسهيل الحوار ليس أكثر يعني. جيد. كان ضروري أن نؤكد على هذه النقطة. إذا كان هناك لازم نأكد كمان الأخ صلاح أنه إدارة الورشة كانت محايدة تماما، يعني هذه تصورات منهم بحكم خبرتهم في هذا المجال. ممتاز. تقريب وجهات النظر وإدارة الحوارات، كانت عبارة عن يعني مقترحات منهم لتسهيل الحوار ولتسهيل الوصول إلى نتيجة يعني يتشرف بها المشاركون، ولكن كان محايد تماما وليست هناك أجندة مفردة يعني. جميل جدا. إذن المداولات كانت إريترية خالصة والنتائج إريترية خالصة. يعني المداولات 100% إريترية خالصة. قضايا إريترية، مداولات إريترية، والنتائج كمان والنتائج كذلك إريترية. وأهم من كذا كان الروح اللي سادت كانت روح إيجابية بين المشاركين، والنقاش كان صريح وأثيرت كل النقاط. ربما البيان المقتضب لم ينقلها إلى الرأي العام، ولكن كان هناك نقاش أحيانا حامي، ولكنه يعني نقاش أو حوار متحضر بين الأطراف الإريترية ولساعات طويلة يعني. جيد. إذن قبل الدخول في النقاط 10 وتفاصيلها، كيف كانت الجلسة الثالثة والرابعة؟ تفضل. الجلسة الثالثة كان حوار مفتوح بين بما أنه كل وفد قدم ورقته في خلال 20 دقيقة وشرح تصوراته. نعم. فكان نقاش مفتوح بين الأطراف الإريترية. جيد. وبالتالي كان في تفاعل. نعم. يعني كان في حول أهم القضايا التي مطروحة في الساحة الإريترية. في أشياء تناولها وفد وفي أشياء أخرى تناولها وفد بطريقة أخرى، وكل هذا. وبالتالي كان يعني نقاش مفتوح بين الأطراف الإريترية، ورئاسة الجلسة كانت تقوم بعملية إدارة وليس أكثر. جيد جدا. ولكن في نفس الوقت عينوا مجموعة من مراقبين مستغلين بحيث يوجزوا ما يمكن أن يعتقد هي نقاط قد يكون الوصول للتفاهم حولها أسهل من غيرها يعني. فبالتالي مجموعة من الخبراء كانوا يسجلوا النقاط التي يبدو أن هناك اتفاق أو شبه اتفاق حولها، بحيث يعرضوها في الجلسة التي تلت الجلسة الثالثة. هل أوضحت هؤلاء الخبراء من هم، جنسياتهم، غير إريتريين؟ في إريتريين وغير إريتريين، لكن معظمهم هم ألمان، ولكن كان هناك إريتريين أيضا. وهذه الإيجاز للحوار ما هو إلا مسودة تسهل المداولات في الجلسة الأخيرة ليس أكثر يعني. ما كانت إلزامية بقدر ما هي كانت عملية مسودة مقترحة لتسهيل الوصول إلى اتفاق مشترك. أيضا كالأجندة نفسها، يعني نفس الكلام اللي قلناه عن الأجندة ينطبق على هذا الملخص الذي أتوا به المراقبون المستغلون. جيد. إذن النقاط 10 تقريبا معظمها وأبرزها قدمناها للمستمع في نشرة الأخبار، ولكن دعني أتوقف معك في الثانية. الحل السلمي هذا بند، أنا أرى هناك من وقع وهو يحمل السلاح، وهناك من وقع ولا يعترف بهذا الحل السلمي، فكيف وصلتم إلى هذا التوافق؟ هذه النقطة تحديدا الأخ صلاح كانت من طبعا كان حصل نقاش سطر يعني زي ما يقولوا بالدارجي، لكن هذه النقطة اللي ذكرتها أنت تحديدا كانت من أكثر النقاط التي لم يجري حولها نقاش كثير. وكان في شبه إجماع بين الأطراف الإريترية، وبالتالي تم تجاوزها بسهولة. لم يعترض عليها أحد.
لم يعترض عليها أحد. جميل جميل. إذا ننتقل أيضا للنقطة نعم تفضل. بصراحة خلينا أكمل. حتى التنظيمات التي قلت عليها أنها تحمل السلاح، نعم. يعني أيضا عبرت عن اختيارها أو أنها تفضل العمل السلمي نعم. كأداة لتغيير في إريتريا، وما هو إلا حمل السلاح عبارة عن ضرورة أجبرتها الظروف. نعم. ولكنها أيضا ليست هناك مقومات لها. كل هذا الإقرار والاعتراف بالواقع كان يعني واضح في النقاشات والمداولات. جميل. ولذلك لم يكن هناك اعتراض حول أهمية الانتقال السلمي. نعم هذا جميل. هو النظام يجبر الآخرين لاستخدام العنف ضده إذا كان هناك عنف مستخدم. جميل. في النقطة الرابعة فيها أيضا بعد الوقت، هي بالإنجليزية طبعا لأنه البيان بالإنجليزي، فهل ترى ترجمتها هي الفصل بين الدين والدولة أم الفصل الدين عن الدولة؟ لأنه في الإنجليزية هي دقيقة، وهناك أيضا ضمان لكفالة مع ضمان كفالة الدولة لحرية العقيدة. فهل تحدثت وشرحت كيف جاءت النقطة الرابعة اللي هي الفصل بين الدين والدولة؟ هذا ترجمتي لها. هذا البند تحديدا كان فيه نقاش لفترة، وكان جاي على خلفية فهم الناس للمسألة بأنه لابد للدولة أن تكون لا تتدخل في المؤسسات الدينية، ولا يسمح للمؤسسات الدينية أن تتدخل في شؤون الدولة، ومع التأكيد على كفالة الدولة لحق حرية الاعتقاد والأديان، وتكون على مسافة يعني متساوية من كل الأديان والمؤسسات الدينية. ضمن هذا الفهم أتت المسألة. جيد. ولا تخضع لأي تفسير آخر كمعاداة الدين أو معاداة المؤسسات الدينية، لأنه بصراحة نحن ناس إريتريين ونعرف شعبنا، وشعبنا يدين بالإسلام والدينية ونكثر الشعوب تدينا، فما فيها أي بعد يعادي التدين أو الدين نفسه بقدر ما هو يحمي الحريات الدينية ويحمي الدولة من انحياز لطرف ضد الآخر. ثم أن هنالك مسائل أيضا تقر في مؤتمرات وطنية كبيرة وفي الدستور، ولكننا نناقشها كواقع أو كمخرجات للورشة. هناك كثير متحفظ من أن هذه الورشة ليست ذات صلاحية لمناقشة هذه الأمور. هي لم تدعي أنها تمثل أكثر من نفسها المنظمات المشاركة، ولكن كذلك كمنظمات تعمل في الحقل السياسي وتعمل من أجل التغيير الديمقراطي في إريتريا، من حقها أن تناقش تصوراتها، ومن حقها أن توصل أن تعمل أو أن تحاول الوصول إلى فهم مشترك يؤسس للعمل المشترك ويسهل العملية الديمقراطية. يعني خلينا نفهمها ضمن هذا الإطار، ولكنها ليست يعني جلسة تشريعية تشرع لإريتريا أو مثل هذا الشيء، ولكنها منظمات تعمل ليل ونهار من أجل التغيير في إريتريا، ويهمها الانتقال السلمي نحو الديمقراطية في إريتريا. وهذه الورشة تأتي في إطار المجهود ليس جديدا ولا أولا ولا أخيرا، يعني نعم. في إطار المجهود الذي يهدف إلى الوصول إلى فهم مشترك يؤسس للعمل المشترك. إذا نأتي إلى النقطة السابعة، وتعلم أستاذ سليمان أن قضية اللغة في إريتريا هي من القضايا الشائكة والقضايا اللي لا زالت هي مثار جدل في أوساط القوى المعارضة. فهنا جاء التعبير يحمل شيء مختلف عن ما أقر أو ما توافق عليه الناس في محافل إريتريا مثل التحالف والمجلس وحتى مواثيق التنظيمات ذاتها. كثير من التنظيمات والمحافل والمواثيق التي خرجت كما قلت تقول اعتبار اللغتين العربية والتجرينية لغتين رسميتين. هنا ورد استخدام ثم جاء كلغات عمل. لما هذا الاختلاف؟ ما المقصود منه؟ لم يكن على حسب فهمي للمداولات وتناول الناس المسألة، لم يكن الهدف الاتيان
أي تغيير، ولكن جاء على خلفية النقاشات اللي كانت موجودة في داخل الورشة، مع أنه هناك في أطراف معظم الأطراف التي ترى طبعا اللغة العربية واللغة التينية كلغات رسمية في إريتريا المستقبل، كما كانت في إريتريا الماضي منذ بداية الخمسينات القرن الماضي. ليس هناك أي اختلاف حول هذه النقطة، ولكن كذلك أثيرت من بعض الأطراف المشاركة ضرورة أن يكون، بما أنه في نقطة أخرى تأكد اللامركزية الحكم، وإذا ابتغت المراكز أو الحكومات الإقليمية أن تستخدم إحدى اللغات الإريترية التسعة في شؤونها، حتى لا يفسر على أنه هو إقصاء للغات الإريترية الأخرى. جميل. وهذه الجملة جت توافقية على خلفية أنه كل اللغات الإريترية هي لغات رسمية أو لغات متساوية، ومن بينها على المستوى الإداري الحكومي اللغتين العربية والتينية تؤخذ كلغة عمل. جيد. هي أتت ضمن هذا الفهم وليس كتراجع من المبادئ التي كان يجمع حولها الإريتريين في السابق. جيد جدا. جميل. إذا نأتي لعاشرة العشر، يعني دعوة القوى الراقبة والمتطلعة من أجل التغيير داخل الحزب الحاكم والجيش، دعوتها للحوار من أجل سلامة انتقال السلطة من النظام الشمولي الدكتاتوري إلى نظام ديمقراطي. فكيف توصلتم إلى هذه النقطة وأجمعتم عليها؟ أنا أعتقد هذه لم تأتي من فراغ. على حسب ما أعلم ليس هناك تنظيم معارض إريتري لا يحبذ الحوار، لأنه الدعوة إلى الحوار موجود في ميثاق التحالف، موجود في كل المواثيق التابعة للائتلافات أو التنظيمات الإريترية. صحيح. النظام هو الذي يرفض الحوار وليست المعارضة. ده أولا. نعم. ثانيا كما ذكرت طبعا المركز نفسه أيضا كان هذه النقطة أحد الأشياء التي طلب من المشاركين أن يبدو رأيهم فيها، وعلى خلفية تجارب الشعوب الآخرين كما حصل، حتى لا يكون إقصاء لضمان الاستقرار وضمان الدخول للعملية الديمقراطية بطريقة سلمية وضمان الاستقرار ما بعد التغيير. لابد أن يكون هناك أن لا يكون هناك إقصاء. يعني أذكر المشاركين، كثير من المشاركين تناولوا مثلا التجربة العراقية والإقصاء الذي حصل لحزب البعث، وكيف أدى إلى عدم الاستقرار إلى يومنا هذا. وكل هذه المسائل تتطلب أن ترتفع المعارضة إلى مسؤولياتها، وهي أساسا ضمن أهدافها هي الدخول إلى الحوار مع النظام هو الذي يرفض فإذا كان هناك عناصر تؤمن بالديمقراطية وضرورة التغيير كامل الدستور في إريتريا، فليس هناك أي مانع في أنه تكون هي جزء من العملية السياسية. وليس تؤمن فقط، إنما ترغب. هناك نعم في التغيير، محاولات كثيرة للاتيان بالتغيير في داخل إريتريا، والناس تنتظرها عندما تأتي المحاولات. يعني ما نحن بنتظاهر لتأييد أي محاولة من داخل النظام للاتيان بالتغيير. هؤلاء هم الناس المقصودين. ونموذج يناير 2013 يعني الذي أجمعت والشهيد والدعالي. نعم. بتأييده يعني والحماس في تأييده كذلك. فيأتي ضمن هذا السياق ولا يأتي من فراغ، يعني ولا يقصد به أي شيء آخر غير الخير لإريتريا والرغبة في عدم إقصاء أي طرف كان في مستقبل إريتريا. إجمالا كيف تنظر أنت كمشارك لهذه المخرجات؟ وحدثنا عن البرامج المستقبلية واللقاءات المستقبلية، كيفيتها، وهل ستكون وعاء أوسع لمن لم يشارك؟ تفضل. رئيس المركز نفسه أصر على هذه النقطة في أكثر من مرة، أنه رح يكون في تواصل من الآن
مع كل الأطراف الإريترية الأخرى التي المشاركة والتي لم تشارك. نعم. وسوف يشوفوا السبل الممكنة إذا عقدت مثل هذه اللقاءات أن تكون شاملة أكثر مما كانت عليه في هذه الفترة. وطلب من المشاركين أن يبدوا برأيهم إذا كان يرغبوا أن يواصل المركز في جهوده في هذا السياق، والكل أبدى رغبته وتجاوب مع السؤال بإيجابية. فليست هناك أجندة محددة في وقت الحاضر، ولكن هناك رغبة معلنة في أن يتواصل رغبة واستعداد وقبول من الإريتريين في أن يتم التشاور في المستقبل. وأبدأ استعداد المركز أبدأ استعداده أن يقدم كل المساعدات الفنية الممكنة لمثل هذه الحوارات بين أطراف المعارضة في المستقبل. جميل. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا الأستاذ سليمان حسين إلا أن أشكرك لتوضيح ما دار في ورشة العمل التي انعقدت في مدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة ما بين 13 و14 من نوفمبر، والتي ناقشت شأن إريتري، وكانت دعوة من معهد ألماني. شكرا لك أستاذ سليمان مرة أخرى باسمي وباسم المستمعين. وأنا كذلك أشكرك الأخ صلاح، وأشكرك مرة أخرى على هذه الفرصة. ولو سمحت لي في نصف دقيقة تفضل. أن أعبر عن أو أشيد كل المشاركين الإريتريين للروح التي رأيتها، الروح الإيجابية والاستعداد للعمل المشترك ولقبول الرأي والرأي الآخر. الشيء اللي شفته يعني كان يعني مدعاة للتفاؤل والبشر والخير. جميل جميل. هذا ما أردت قوله، وأهني الإريتريين على هذه الروح. هذه بشرى سارة لكل المستمعين وكل من يرغب في التغيير، وكل الجماهير الإريترية المتطلعة من أجل التغيير ومن أجل وحدة صف المعارضة في المقام الأول حتى يتم التغيير المنشود. شكرا لك أستاذ سليمان، وشكرا لمستمعينا الذين كانوا يتابعونا في هذه الساعة. وشكرا. شكرا. مدردي بدي أفوت عارفين لينا مدردي بدي أفوت عارفين مدردي بدي أفوت عارفين. كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو جلاب حانا، نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا، نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا. كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو جلاب حانا، نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا، نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا. كرت اللف من أنبل منطوق بلا تبطر، كرت اللف من أنبل منطوق بلا تبطر. لو قيود دايتو يهو نتساقم ونباسر، نقوش نقيس نتعلم وعبيل نتق والعمر، نقوش نقيس نتعلم وعبيل نتق والعمر. اقل فرح فتاينا وأبا يقل تحسر.
مقدرتي بدي أفوت عفينا للي 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 لا للي للي لا مقدرتي بدي أفوت عفينا للي للي وللي للي 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 لا للي للي لا مقدرتي بدي أفوت عفينا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا كرت اللفن بالله لجا قالب من هلا كرت اللفن بالله لجا قالب من هلا جلاب قطع شعبنا إريتريا ومدرا نتعفى من قبلات يوم تامع البدرة نتعفى من قبلات يوم تامع البدرة حوي انت السانينا عدنا مثل عمرا صوت المنتدى. في أخبار هذه الساعة: اتفاق 10 تنظيمات إريترية على الحل السلمي والحوار مع قوى التغيير في الداخل. والي ولاية كسلا يعود خالي الوفاد إلى بلاده. فرض أتاوات باهظة على ملاك بساتين إقليمي عنسبة والقاش بركة. إلى تفاصيل الأخبار. وقع ممثلو عدد من التنظيمات السياسية والمدنية الإريترية يوم السبت الماضي 14 من نوفمبر الجاري بمدينة فرانكفورت الألمانية على بيان مشترك في ختام ورشة عمل استغرقت يومين نظمها معهد ألماني متخصص في شؤون التعليم والبحوث العلمية والحوارات. هذا وقد اتفق المشاركون في الورشة للعمل معا على تبني الحل السلمي من أجل التغيير الديمقراطي في إريتريا والفصل بين الدين والدولة مع ضمان كفالة الدولة لحرية العقيدة ووضع حد لعملية العسكر الجارية في البلاد وتعزيز وتحسين العلاقات مع دول الجوار على أساس الاحترام المتبادل لسيادة وسلامة الأراضي الإريترية واستخدام اللغتين العربية والتجرينية كلغات عمل. كما تضمنت النقاط 10 التي وافق ووقع عليها ممثلو القوى المعارضة المشاركة في الورشة دعوة الراغبين والمتطلعين من أجل التغيير الديمقراطي في أوساط الحزب الحاكم والجيش للدخول في حوار بشأن الانتقال السلمي للسلطة. وقد شارك المنتدى الإريتري للحوار الوطني متمثلا بوفد ترأسه السفير عند برهان والدقرقيس إلى جانب 10 تنظيمات سياسية ومدنية 4 منها عضو بالتحالف الديمقراطي والمجلس الوطني الإريتري، وهي جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية وحزب النهضة الإريتري وجبهة التحرير الإريترية والتنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر. أنهى والي ولاية كسلا السودانية آدم جماع آدم يوم الأحد الماضي زيارة لإريتريا استغرقت 10 أيام أمضى معظمها في انتظار تحديد موعد للقاء رأس النظام، ولم يتم اللقاء الذي سبقته مطالب مرفوضة إلا في اليوم الأخير لزيارة الوفد الولائي الكبير. وبالرغم من الفشل الذي اكتنف الزيارة وعدم استجابة السلطات السياسة الغاشمة للمطالب الخاصة بتسوية موضوع العملة الإريترية الموشكة على انتهاء الصلاحية والمحتجزة في ولاية كسلا بعد أن أغلقت السلطات الإريترية الطريق أمام إرجاعها للتبديل، إلا أن والي ولاية كسلا أطلق تصريحات عقب نهاية الزيارة بيّن فيها رضاه عن مخرجات الزيارة التي وصفها بأنها تاريخية وضرورية وهامة وداعمة لسبل التواصل والتعاون بين الولايات الحدودية في البلدين.
وقال إن الرئيس أفورقي أبدى اهتمامه بتنمية المناطق الحدودية وأوصى بلزوم تطوير الأمن الحدودي، لكن الوالي لم يبين ما هي تلك المشكلات مع أي جهة ستناقش وما هي آليات وضع الحلول. إلى ذلك لم تتناول وسائل الإعلام الرسمية في إريتريا هذا اللقاء حتى هذه اللحظة، بينما أعرب المراقبون عن استغرابهم من إفادة حكومة السودان لوفد ولائي ذي طابع عسكري وأمني لمناقشة موضوعات كان يفترض أن تناقش عبر وفد اتحادي ممثل لحكومة السودان. بدأت تشكيلات ما يعرف بالجيش الشعبي المرحلة الأخيرة من برنامج التدريب التنشيطي لموظفي الدوائر الحكومية الذي انتظم في ساحة القديسة مريم بضاحية سنبل منذ 3 أسابيع، وكانت مادة التثقيف السياسي المقررة ضمن الدورة التدريبية التي يؤمها 3000 موظف قد وجدت رفضا واستهجانا من الدارسين لاحتوائها على مغالطات تاريخية ولما فيها من ازدراء وإهانة لرموز الثورة الإريترية. وقد تمثل الرفض في مقاطعات المتدربون لمعلميهم والتطوع بتصحيح محتويات المادة التاريخية الملفقة. ويذكر أن معظم المتدربين هم من الكوادر المتمرسة والناضجة سياسيا وذات الإسهام في مجمل تجربة الجبهة الشعبية والثورة الإريترية، مما عزز كل ذلك الرصيد الإحساس بأن مواد التثقيف السياسي بشكلها المطروح تعتبر استفزازا مباشرا لقدراتهم ومقدراتهم. هذا ومن المنتظر أن يستمر برنامج التدريب التنشيطي للدفعة الخامسة من منتسبي ما يعرف بالجيش الشعبي إلى نهاية نوفمبر الجاري. فرضت سلطات إقليمي عنسبة والقاش بركة أتاوات جديدة باهظة على ملاك البساتين ومنتجي الخضر والفاكهة، وذلك عبر لجان تحصيل مكونة من ممثلين لإدارة الإقليم ووزارة الزراعة ووزارة الأراضي ومفوضية الشرطة ووكالة الأمن. وتطوف تلك اللجان على المزارع والبساتين وتراجع وثائق الملكية، ثم تطالب كل مالك لأرض بدفع مبلغ 7000 نقفة رسوم إعادة تسجيل للقطعة الزراعية. إلى ذلك منعت اتحادات منتجي الخضر والفاكهة في الأقاليم المذكورة من التدخل في هذا الإجراء أو الحديث بشكل مؤطر بالوكالة عن عضويتها، بدعوى أن ذلك شأن فردي لا علاقة لتلك الاتحادات بمناقشة تفاصيله. وجه رئيس عصابة الهجدف الحاكمة في إريتريا القطاع المالي والاقتصادي الذي يديره حاجوس جبرهيوت المعروف بحاجوس كيشا لإدخال الأموال المتواجدة في المدن السودانية بأيدي تجار من الرشيدة ضمن حسابات شركة البحر الأحمر الحزبية، وعلى وكلاء الشركة في ولايتي كسلا والبحر الأحمر السودانيتين استلام تلك المبالغ من تجار الرشيدة وتسليمهم صكوك ائتمان تبين استحقاقاتهم لتصرف المبالغ بالعملة الجديدة في وقت لاحق. هذا وقد كان الوزير السوداني الرشيدي مبروك مبارك سليم قد قدم مناشدة في الأسبوع الماضي تطالب بمعاملة خاصة للرشيدة في مسألة استبدال النقفة واستثنائهم من كل الشروط المعلنة. إلى ذلك تشهد العاصمة أسمرة تزاحم وتواجد متزايدين من قبل من يعرفون بوكلاء شركة البحر الأحمر في السودان، حضروا بدافع القلق على أموالهم الخاصة، لكن القرار الرئاسي الأخير أسهم في أن يبث الأمل فيهم مجددا. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد مرة أخرى أن نظام أسمرة لا يريد أن تتم المعاملات المالية داخل السودان بشكل رسمي أو بإشراف من السلطات السودانية. في خطوة ليست مستغربة وإجراء يوضح مدى انعدام الثقة بين النظام والجماهير، وجهت إدارة ما يسمى بالجيش الشعبي قادتها الميدانيين لسحب كل الأسلحة المتواجدة لدى منتسبي هذه الميليشيات. وصدر هذا التعميم يوم أمس الثلاثاء قبيل ساعات من بدء الإجراءات العملية لاستبدال النقفة. تم ذلك بينما وضعت حراسات مشددة على فروع البنوك وأغلقت الطرق المؤدية إليها. وعلى الصعيد ذاته حددت السلطات الأمنية مواقع جديدة لاستبدال عملة النقفة في مباني الوزارات وإدارات الأحياء ومقر الاتحادات وفروع مكاتب الهجدف، وذلك تقليلا لخطر التجمعات أو احتمالات انفجار القضب الجماهيري جراء قرار تبديل العملة التعسفي. ويذكر أن البنك المركزي كان قد حصر مواقع الاستبدال في فروع البنك التجاري والبنك العقاري فقط حسب الإعلان الصادر في يوم الأربعاء 4 نوفمبر الجاري. صوت المنتدى.
بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.